أهلا بيكم في الحلقة التانية من سلسلة يعني إيه برمجة؟ هل البرمجة معناها إنك تكتب كود كتير ولا تحفظ أوامر ولا تتعلم لغة صعبة؟ ولو ده اللي في بالك يبقى محتاج تشوف الفيديو ده للآخر. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الفرق بين البرمجة ولغة البرمجة، وعرفنا إن اللغة مجرد أداة. طيب السؤال الطبيعي دلوقتي، لو البرمجة مش لغة، أمال هي إيه؟ يعني ايه شخص يقول انا بعرف ابرمج؟ وهل معناه بيعرف سي بلس بلس ولا بايثون ولا كتب كود قبل كده؟ الاجابة هتفاجئك. البرمجة قبل اي حاجة هي طريقة تفكير، تفكير منظم، تفكير منطقي، تفكير بيحل مشاكل خطوة خطوة، مش كمبيوتر، مش كود، تفكير بس. خلينا نسيب الكمبيوتر شوية ونفكر في حاجة بسيطة. انت عايز تصحى بدري تعمل ايه؟ تفكيرك هيكون أصحى من النوم، أطفي المنبه، أقوم من السرير. دي خطوات، والخطوات دي هي البرمجة. سؤال: هل كتبت كود؟ والجواب لا. سؤال: هل ده تفكير برمجي؟ والجواب أيوة. ليه المبتدئين بيتلخبطوا؟ لأن أغلب الناس تدخل تتعلم برمجة تبدأ بكود على طول وتحفظ وتقلد من غير ما تفهم. أول ما تقابل مشكلة جديدة تتلخبط. إيه اللي الكمبيوتر محتاجه؟ الكمبيوتر ما بيفهمش نية ولا تخمين، ولا هو فاهم قصدي. هو محتاج خطوات واضحة وترتيب صح وتعليمات دقيقة، وده بالظبط التفكير البرمجي. عايز تعمل شاي؟ سؤال: ينفع تقول للكمبيوتر اعمل لي شاي؟ والجواب لا. لازم تقول له سخن المية وحط الشاي وحط سكر وقلب. دي خوارزمية، ودي برمجة من غير كود. طيب لو فهمت التفكير ده، هل اللغة هتفرق؟ والإجابة: اللغة مش هتفرق قوي. بايثون وسي بلس بلس وجافا كلهم أدوات، لكن التفكير واحد. أكبر غلطة تعملها كمبتدئ إنك تقول أنا مش هفهم غير لما أتعلم لغة. لا، أنت لازم تفهم عشان تتعلم لغة. الطريق الصح لأي مبتدئ إنك تفهم المشكلة وتقسمها وترتب خطواتها، وبعد كده تكتب كود، مش العكس. ليه الكلام ده مهم؟ لأن الكود بيتغير واللغات بتتغير والترندات بتتغير، لكن التفكير البرمجي هو اللي بيخليك تكمل. خليني أسألك بقى، أنت كنت فاكر البرمجة إيه؟ كود ولا لغة؟ اكتب رأيك في الكومنت. البرمجة مش شاشة سودة ولا أوامر معقدة. البرمجة إنك تعرف تحل مشكلة بطريقة صح. دي كانت الحلقة التانية من سلسلة يعني إيه برمجة. في الحلقة الجاية هنتكلم عن يعني إيه خوارزمية وببساطة أكتر مما تتخيل. لو حابب تكمل الرحلة اشترك في القناة